ما بتكدبش، على رأي كريم عبد العزيز. يعني ايه؟ يعني مثلا لو واحدة نظفت وخلصت تنظيف واحنا مسكنا قطنا وعملنا كده وطلعت كلها تراب، هي هتحلف وهتقول انا عملت كل اللي عليا ونظفت، بس ده له احتمالات كتير. ممكن هي ما نظفتش كويس، ممكن هي نسيت الحتة دي الجزئية دي، ممكن تكون هي نظفت بس جه تراب تاني. بس ايا كان فالنتيجة واحدة، وان القطنة ما بتكدبش، وان مازال في مشكلة او في تراب. كذلك بقى في التربية، اغلب الامهات بتيجي تقول انا بعمل كل حاجه، انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، بس النتيجه انه مازال في مشاكل سلوكيه مع ابنك، او اضطرابات، او علاقتكم ببعض متوتره. مهما تكوني عملتي بس هي النتيجه كده. فده معناه ايه؟ معناه ان في حاجه، في ايرور موجود في انه القطنه ما بتكدبش فعلا مع اولادك. النتيجه اهي، هي احنا النتيجه عندنا اهو في مشكله. معنى ذلك بقى ان انت ممكن تكون في جزئيه ما خدتيش بالك منها، عملتي حاجه بس عملتيها بطريقه مش صح، او نسيتي اصلا الحاجه دي. لكن القطنه ما بتكدبش. هو ده الدليل عندنا، الاطفال او الاولاد عندهم مشاكل وعلاقتكم مضطربه، يبقى في حاجه غلط. يبقى ما تبقيش شايفه انه انا عملت كل اللي عليا وتقفلي السكه، لا، اعرفي انه اكيد في جزئيه ممكن تكون بسيطه انت مش واخده بالك منها.